اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحه وهنا وراحه بال ان شاء الله. الخير بتاعنا خير السطح طول ما احنا بصحتنا هنبدا نربي ونأكل بسم الله ما شاء الله. انا غاويه تربيه من الصغر، يعني اللي متابع الفيديوهات معايا عارف بقى من انا وكده بربي، ولو لاقيه حب للحاجه اربي. اللهم صل على محمد مزارع، وكان ده بقى طموحي ان انا اربي مزارع. خدت بقى خبرة في تربية الحمام، في تربية الفراخ، في تربية البط، أنواع الطيور كلها، أنواع الطيور كلها. ويا ريت يا ريت ألاقي حد بس يبدأ يشاركني في المشاريع دي، وإن شاء الله بإذن الله أول ما يبدأ يجي وقتها هتشوفوا بقى هنبدأ بقى في المشاريع دي إن شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين معانا، وهنشجع برضو السيدات وكده. ايه رأيكم بقى؟ يلا هندخل في الفيديو ونشوف الروتين بتاعنا ايه، وكومنت حلو ولايك من عندك، وصلى على النبي وصلى على الرسول. وايه بقى عشان الحاجة تبقى حلوة وتبقى زي العسل، وزي ما بيقولوا صلى على الحبيب خلي قلبك يطيب. نبدأ كده ونشوف ونرجع تاني ان شاء الله هنشوف هنقدم ايه. صلى عليه منك ليها وزيد عليه كمان صلاة، ويلا عاد نشوف. تبارك الله ربنا رزقنا بايه وحاجاتنا بإذن الله. شوف التربية بتاعتنا، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك في مالنا وفي طيرنا وفي كل حاجة. طبعا هنبدأ نحط المية اهو، مية اللي بغيرها له المفروض هو كذا مية تتغير دي وكذا أكل. والحمام بقى فتحيله خليه يقعد في الشمس، واللي بيحب يربي الحمام يجي عندي يكتب لي في كومنت بقى ايه، اللهم صل على النبي، ويقول لي رأيه ايه بقى في الحمام وجمال الحمام. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا ندخل بقى في الفيديو ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. انا طبعا بدأت ان انا قصبت وغيرت الاماكن لو انتم متابعين معايا، وان شاء الله باذن الله عامله لهم خلطة الثوم الجميلة. الشتا ده محتاج توم وبصل مضاد حيوي، وفي نفس الوقت يا جماعة بيخلي معاك الفرخ بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نجيب بتاعة المية اهي ونغسلها كويس كويس، عشان بس انا بصور بايد وبعمل بايد. واحط بقى خلطة الثوم ونرجع تاني ان شاء الله ونشوف بقى الحمام بتاعنا لما يجي ياكل بسم الله ما شاء الله. نرجع تاني ان شاء الله. ورجعنا تاني بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نطلعهم زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. وبص عايزة اوريكم مشهد، اللهم صل على النبي. بيزغط اهو، وان شاء الله باذن الله التربيه مفيش احسن منها. وده الفيديو بتاعنا، وهنبدا حط لهم بقى شويه الغله في الشمس وشويه الذره لو تحتيهم زغاليل. نخلط بقى ذره، بنعي بقى القيضي والحاجات اللي زي كده. وبسم الله ما شاء الله هتاخدي احلى زغاليل. وبصوا بصوا المشهد ده يعني يعجزك عن الموقف. طبعا حاطه ايه زي ما قلت لكم، حاطه ذره وحاطه قيدي لما يكون معايا عيال، حاطه ذره وغله قمح. القيدي بمنعه، تمام، بمنع القيدي، تمام. وده الفيديو النهارده بسيط جدا ومش طويل عشان بس ما اطولش عليكم. وشويه الميه ببدا احطهم ميه بخل. الفتره دي الحمام محتاج ميه بخل، يا اما ميه بسوائل، يا اما اللي هي بقى معاكي القرنفل، ده حلو جدا بينشط المبايض بتاعه الحمام. والحلبه كويسه جدا جدا برضو، واليانسون والكراويه والحرجه والكلام ده. والسلام عليكم ورحمه الله.